انا امال ناصر ودي رحله 65 نصيحه لثانويه عامه عشان تبقى طالب جامعي، وده رابع فيديو. I'm just a girl. I'm just a girl in the world. That's all. من 5 شهور و10 ايام وانا مكانكم كنت كل حصه بسال في درس الكيمياء اللي هو اروح مثلا اجيب 4/20 5/20. كان اقصى طموحي بجد ان اجيب 10/20 وما اقعدش مع الناس الساقطه ززي كل مره. لما في يوم رحت عادي صدفه الدرس بدري، لقيت بنت كل اللي اعرفه عنها بس اللي هي بتجيب 4/20 و5/20 زيي. المهم بس الفرق بيني وبينها اللي هي كل مره بتراجع اخطائها، انا ما مش براجع وبتكسف وبزعل وبمشي. فاليوم ده بالذات هي ادتني شجاعه، والاول مره من اول السنه اراجع اخطائي، وفعلا رجعت اخطائي. قلت للمستر مشكلتي اللي انا رغم ان انا بذاكر كل مره وبذاكر كويس اني بجيب درجات وحشه. قال لي عشان انت مش بتراجعي اخطائك، وانا فعلا مش براجع اخطائي، وانا عارفه ان انا مش براجع اخطائي، والمره دي الوحيده من اول السنه كنت راجع اخطائي. وفعلا لما رجعت اخطائي اليوم ده، يعني رجعت اخطائي بعد كده رحت امتحنت، ففعلا انا جبت اليوم ده 17/20. طبعا 17/20 يعني مش احسن حاجه، بس بالنسبه لواحده بتجيب 4 جابت 17 فده تحفه يعني، وانا كنت فرحانه جدا. وده مثال صغير قوي قوي بجد على اهميه ان انت تراجع اخطائك، وبجد قد ايه هي بتعلمك وقد ايه هي مش هتخليك تغلط، واصلا ايه فايده الغلط لو انت ما بتتعلمش منه. فبجد لو انت مش بتراجع اخطائك ابدا من دلوقتي والحق نفسك وراجع اخطائك، لانك لو انت مش بتراجع اخطائك انت ما بتستفادش حاجه، انت مكان. وده كان الفيديو الرابع، ولسه قدامنا نصايح كتير وفيديوهات كتير، وما تنسوش تقولوا عايزين نصور ايه المره الجايه.